احسن شيء سوته العتبه من منحت مواكب الشور من الدخول الى كربلاء. وتعالوا شوف هذا البيان. اي موقف شور في مدينه كربلاء كلها ما يباشر، واي مكان راح يكون موجود راح احنا نتابع وراح نسحب هويته وتركيز مالته كله نسحبه. وانت قبل لا تحكي هذا البيان سبب فتنه كبيره بين المعزين الامام الحسين عليه السلام، بحيث هسه صاروا طرفين، الطرف الاول مع القرار والطرف الثاني ضد القرار. وانت قبل لا تقرر تعال خلنا اشرح لك. القسم الاول اللي صار مع القرار، لا بسبب كرهك وبغضك لاهل الشور فرحت وكيفت عبالكم اعداء، ترى هم معزين للامام الحسين عليه السلام بس بطريقتهم. اذا انت صدق تحب الامام تقدر تنصح وتحكي وعلى الاخطاء الوارده مثل بالزنجيل او باللطم الثقيل او بالشور او حتى بالمشاية، لا انت تظل تحكي وتقرر وتعمم بكيفك، لان انت هذا كلامك محاسب امام رب العالمين. قبل لا اكمل، ترى اكو تغريده مزوره سووها بعض اهل الفتن ونسبوها لسماحه السيد مقتدى الصدر. اما الطرف الثاني هم اهل الشور، لا بسبب العاطفه وحبك للشور تدعم اي موكب شور وتقول الشور المقدس، لان هذا الشيء يفتح مجال للي يحاولون يخربون ويدخلون وياك ويشوهون السمعه. فخلي كلامك ومنطقك صحيح، وماكو شيء مقدس غير الامام الحسين عليه السلام. فيا اخي انتبه حتى ما نوقع بالغلط. هسه كلها تريد تعرف شنو سبب منع مواكب الشور. اذا انتم تقولون عليها طائفه مسيئه فيا اخي هم لازم تمنع طائفه البهره. هذول اللي شفتوهم هم طائفه البهره، واذا ما تعرف شنو طائفه البهره روح ابحث عنهم. يعني مواكب الشور تنمنع وهذول يطبون. انت من صدرت هذا البيان يعني شمل جميع مواكب الشور تحت شعار المسيئين. اذا اكو موكب مسيء انت تقدر تمنعه، بس مثل هذا الموكب ينمنع بك عمري لو قضي